كان لازم اوسع عليهم عشان خاطر يعني خلاص البطارية خلاص يعني بقت صغيرة عليهم. طبعا ارتفاعها 50 سنتي وعرضها ما فيش 70 سنتي، فطبعا دي صعبة مع درجة الحرارة بتاعة اللمبة فهتجيب لي مشاكل الدورة. فعلى ايه هي ليها بس اقصى حاجة البطارية 5 ايام وخمس فرخات. انا كتر خير الدنيا قعدت ال10 فرخات الاولين فيها تقريبا 12 يوم كفاية عليها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. والعشرين فرخة اللي دورة جديدة قعدتهم فيها 5 أيام لحد ما خلاص أو 4 أيام لحد ما خلاص جرعة المضاد الحيوي. فكفاية عليهم كده أول رضا. خدها بقى وإيه ووسع عليهم بقى ربنا يوسعها عليا كده ويهدوهم عليا كده ويرعرعوا. واديهم ايه في الاوضه دي. انا معقماها من دوره قبل كده فتره من زمان من ايام ما كانت في الصيف لما قلت لكم الدوره طلعت عينيا ويعني ورتني عذاب الملكين. عقمتها تعقيم اقسم بالله يعني ما بعد تعقيم شلت النشاره ونضفتها ورشيت ميه بكلور بخل. غرقتها مش هقول لكم بقى رشيت بقى ده انا غرقتها وعملتها بالشرشوبه وظبطتها على الاخر. عايزه اقول لكم الميه قعدت تنشف اسبوع في الصبه صراحه. وبعد ما نشفت خالص رحت رشه الجير وغرقت الجير في الاوضه كلها في الحيطان وفي الكان والركان وكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول شهر رمضان المبارك ويا رب يديم الصحه عليكم والعافيه ويرزقكم من اوسع ابوابه ويحقق لكم كل اللي تمنوه في الشهر الفضيل ده وجعل شهر خير على امه المسلمين كلها. النهارده بقى هقول لكم هنعمل عشه جديده بس على وسع بقى. بصوا بقى هوريكم بقى انا كنت ناويه كان عندي سجادتين صغيرين كده جيت احطهم في الاول لقيتهم ما نفعوش تمام. رحت قلت طب ما انا هخلي بقى السجاده الطويله دي كلها احطها. انا كنت ناويه اعمل احط يعني الفراخ اللي هي 20 فرخه بس ما فيها واتصرف في مكان تاني ال10 فرخات. قلت طب وعلى ايه طب ما انا اقسم الاوضه دي عشتين ال20 وال10 تمام. واعمل بالحده اللي معاكم دي فاصل من المكان ده والمكان ده. رحت خليت المكان بتاع ال20 اوسع شويه يعني فيما بعد قدام يعني هنعوز يبقى واسع شويه فما اقعدش اغير فيه كل شويه. فلقيت السجاده الكبيره دي انسب من السجادتين الصغيرين. اخدت بقى المكان كله هفردها في المكان كله وهرش بقى جير زي ما انتم شايفين كده واغرقها كلها الجير مش هسيب حاجه منها باينه تمام. فرشتها كلها وغرقتها جير وظبطتها زي الفل. هنجيب بقى الحاجه بتاعتنا ونقسم بقى انت حته الارض بتاعتك وحته الارض بتاعتنا تمام عشان ما يحصلش مشاكل بقى بعدين. قسمنا المكان بقى وحطينا زي ما انتم شايفين كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصفايح بتاعت السمنه والعسل بتاعت المحل القديم حاطه كده حاجز وظبطتها وحط لها زي ما انتم شايفين برضو كده المفرش وبقت زي الفل. عايزه اقول لكم العشه بقت عشه ملوكي مش عشه طيور خالص. عايزه اقول لكم بعد ما ظبطتها كده وشفتها كده صراحه زغليت في عينيا بجد وعجبتني قوي. قلت الواحد ده الواحد يعني يعملها كده يعني يدفى فيها يعني بقت ما شاء الله كده لمض حمرا ومظبطه الدنيا ومدفيه الدنيا. وكمان رشت لهم شويه كان عندي شويه تبن رشت لهم شويه تبن والحته يعني جميله. دي بصوا بقى منظر الصفايح مغطيه يعني حتى مش عايزه اسيب لهم الصفايح شكلها وحش كده ولا حاجه لا ده عايزه اعمل لهم الديكور كامل كمان. هات لهم المفرش واللي فوق الصفايح عشان برضو لو حب يطيروا ولا حاجه ويقعدوا على الصفيح ما تبقاش ساعه عليهم يبقى تحت منهم مفرش. حتى الجنب هناك كان في حته فاضيه رحت جبت بطاطين قديمه رحت حطوها ورشيت عليها جير والتبن حبه التبن اللي باين بقول لكم عليهم. بجد العشه جميله جدا ما شاء الله اللهم بارك يا رب اجعلها ادم الخير عليهم يا رب. وتروح فيهم البركه باذن الله. طبعا الحيطه رحت انا حطها وارجعها ورا اهي ورحت حاطه بقى عليها دفايه كده قديمه برضو عشان تحجز الهواء. هو كده الجنب التاني مقفول كله مفيش غير باب بس على اليمين وانا داخله كده. حاطط السياد بتاعتنا بقى قبل ما الفراخ تيجي وظبطت وحاطط العلافات وحاطط كل حاجه. ظبطي حشتك من ابره للصاروخ قبل ما تجيب الفراخ. دي الحاجه التانية لازم تكون مظبطه التهويه ومظبطه الدفا قبل الفراخ ما تيجي والدفا قبل التهويه خليها لما الفراخ تيجي مفيش مشكله. لكن الدفا لازم قبل الفراخ ما تيجي. يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت شغاله بتاع ساعتين ولا ساعه ونص وقبلها تقريبا 4 5 6 ساعات سايبه اللمبتين دول شغالين على ارتفاع 50 سنتي او 60 سنتي. ما عملتش ارتفاع متر لان سبتها الارتفاع ده
عشان الفراخ لما تدخل تكون ايه في دفع، يعني تلاقي إيه، تلاقي نفسها لسه، يعني ما تنفعش تطلع من البطارية الصغيرة اللي حجمها 60 في 70 دقيقة ولا 50 في 60، واروح اوديها مرة واحدة 2 في 3 والكلام ده كله، لا. سيبي اللمض شغالة فترة عشان تاخد العشة بتاعتك، تاخد درجة الحرارة الطبيعية اللي احنا محتاجينها. وكمان قفلي الدنيا خالص لما تبقى تدخل الفراخ بقى والفراخ تدفى كده وتظبط نفسها في المكان الجديد، ابقى افتح لها تهوية. ده بعدها بكام ساعة بقى، ممكن تقعد لها نص يوم على ما ابدا افتح تهوية، على ما تبدا تاخد درجة حرارة العشه اللي هي دخلت فيها كده وتتاقلم عليها والكلام ده كله، تاكل تشرب، الاقي خلاص هو جري كده في المكان، اعرف ان الفراخ بتاعتي اتظبطت كده، وابدا افتح تهوية سنة سنة. ماشي. ما تنسوش المكان وسع غير المكان الصغير، لا، ما ينفعش اروح مكان واسع وافتح تهوية واللمبة ارفعها على متر عشان اقول ايه، لا، ما عشان التهوية لا، كل وقت وليه اذان، وما ينفعش من عشه قد كده العشه قد كده ويبقى نفس النمط، لا لا، لازم تاخد بالك من فرق من المكان للمكان. وكمان انا كنت مغيرهم بصراحه في وقت الظهريه، الحمد لله ما حبيتش اغيرهم الصبح كمان عشان يبقى الجو دافي، يعني الحيطان دافيه ومع الدفى بتاع اللمض. الحمد والشكر ليك يا رب، ظبطنا العشه بتاعتنا وجبنا كده الدوره الجديده وجبنا الدوره القديمه. في ناس كتير بتقول لي ما ينفعش الدورتين مع بعض، لكن سيبيها على الله، وان شاء الله باذن الله خير، وعلى يقين ربنا مش هيضيع تعبنا ولا قطمة وسطنا ولا عذاب احنا شفناه مع الدورتين دول. بياخدوا اهتمام رهيب رهيب رهيب. عايزه اقول لكم اهتمام الفراخ البيضة اضعاف 10 مرات من اي حاجه تانية صراحه يعني. انت تبقى ركزي لها كويس قوي، لانك انت تبقى عايزه وقت معين تذبحي، يعني 35-40 يوم وعايزه تذبحي، وباذن الله تبقى عيش شغال عليهم، وهتابع معاكم ان شاء الله اول باول الدوره القديمه والدوره الجديده، وربنا يعيني ان شاء الله وبقد قد كلامي ان شاء الله باذن الله. الفيديو كنا خلص، كان الحمد لله الفيديو صغير النهارده بس اللي كان لذيذ بجد. يا رب يكون استمتعتوا وعجبكم الفيديو، وعايزاكم بقى لو كنتوا استمتعتوا بالفيديو كده وعجبكم فعلا لايك بقى عشان يرفع الفيديو لاعلى نسبه مشاهده باذن الله، واشوفكم على خير في فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.